حبايباتي الحلوين، مساء الخير. عارفه حاسه ان في حاجه مش مظبوطه في الاضاءه او في ظبطه الموبايل نفسه، فمش عارفه. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات تحت كده انتوا حاسين بايه، لان انا حاسه بصراحه ان في حاجه غلط. قولوا لي كمان التصوير بالنهار في فيديوهاتي احلى ولا تصوير بالليل والنور ورانا مزرق كده احلى؟ النهارده جايبه لكم مفضلاتي بتاعه الجسم. هي مش كتير وحبه صغننين، فالفيديو مش هيبقى طويل خالص. لايك للفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. شايفاك يا اللي مش مشتركه عندي. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو ان انا مفضلاتي بتاعت الجسم الصراحه مش كتير، يعني هو لوشن واحد اللي معلقه عليه الفتره دي وهرياه الصراحه. وعايزه اقول لكم ان انا خايفه جدا ان هو يخلص، يعني انا بجد بقيت مرعوبه عليه. انا بحط منه بهبل وبقاله فتره كبيره وبجد ما بيخلص. انا عايزه اقول لكم ان انتوا بجد يعني لو لقيتوه هاتوه. هو اللوشن ده من ايفون، بجد يعني حجمه يا جماعه كبير جدا. ومش عارفه هو انا ابتديت فيه من امتى. انا حاسه ان هو بقاله معايا كتير قوي. هو 750 مللي ده شكله. لا انا شفت منه روايح كتيره الصراحه، بس الريحه بتاعته دي قمر قوي. كوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند. بس عايزه اقول لكم اللي هو الناس اللي ما بتحبش روايح جوز الهند في الحاجات عامه ان هي تدخل فيها او كده، لا ده خالص مش عامل كده. ف يعني ما تخافوش منه، الريحه مش باينه فيه خالص، لا بالعكس هو ريحته. استنوا اشمها عشان اوصفها لكم بدقه. هو ريحته تحسوا ان هي فيها سنه ورد كده، هي فعلا مرسوم عليه ورد، فاكيد ممكن يكون داخله ورد ومع جوز الهند، فعشان كده ريحه جوز الهند طاغيه على الموضوع، فاهمين قصدي؟ فخطير. ده للعرايس انصحكم بيه جدا، للبنوتات انصحكم بيه جدا، للمتزوجات وقدام هاتوه. بجد بجد هتتبسطوا منه جدا، فرق قوي قوي. وانا عارفه ان اسعار ايفون مش غاليه، فدي حاجه قمر الصراحه. فارشح لكم هذا الخطير معانا. وده برضو انا معلقه عليه بقالي فتره طويله هبل، بجد والله سعره حلو. كميته برضو حلوه، بيقعد معايا فتره حلوه محترمه. روايحه كيوت كلها، انا جربت منه كذا حاجه بجد كيوت، يعني هاديه كده وجميله وانتوا تحبوها، مش روايح برضو اللي هي تضايق، يعني فاهمين. هو الستار فيل رول اون ده قمر جدا جدا، بجد برضو رشحه لو انتي عروسه هاتيه. امور قوي ولكم روايحه كتير قوي، وكمان بفيتامين اي، وكمان بيفتح مع الوقت تحت الابط او الاندر ارم. يعني الريحه دي اسمها سويت فانيلا، هتلاقوها مصفرة شويه كده من فوق. انا جربت برضو الغطاء لونه فضي، كانت ريحته هاديه خالص او تقريبا كان من غير ريحه، فكان خطير بجد. والريحه برضو بتاعت ده هاديه قوي لدرجه جميله. الكلاكس اللي بره ده هيقف امتى؟ اول ما ابتدي تصوير كلاكسات، عيال صغيره بتلعب، عيال بتصوت وبتجري ورا الكوره. الصبر يا رب من عندك. كتير اللي بعديه. ويا جماعه لو في اي حاجه مقاطعه قولوا لي في الكومنتات، لان انا الصراحه مش عارفه. يعني انا كنت مركزه قوي قوي مع الاكل والشرب، وايه اللي مقاطعه في الاكل وفي الشرب وفي البيبسيكو والكوكاكولا، عارفه الحاجات دي كلها. انما الحاجات السكين كير مش كله الصراحه عارفاه. فيعني لو في حاجه مقاطعه تعرفوني، لان الصراحه انا مش عارفه. يعني ممكن تلاقوني بطلع حاجه وانا مش عارفه ان هي اصلا مقاطعه. فالبودر دي انشانتر اسمها كده تقريبا، ما يا رب اكون بقولها صح. دي قمر برضو وانصح بيها للعرايس، حلوه قوي قوي هتعجبك. كميتها برضو كبيره جدا. قاعد ده الحجم الصغنن على فكره، ده قاعد معايا بقاله فتره كبيره قوي. وعايزه اقول لكم تقيل قوي، تحسوا ان هي ما بتخلصش حرفيا بجد. الريحه اللي هي الموف دي كيوت قوي قوي قوي. وبجد استنى خدته منها عشان اقول لكم اوصف لكم ريحتها عامله ازاي. سوري اللي باظت مني كده، باظت غريبه. الله، بتبيض الايد كمان. ريحتها قمر قوي. عارفين انتوا الريحه اللي هي مش عارفه اوصفها الصراحه من كتر ما هي اموره، بس هي كيوت قوي. انا الجيران تطلع الاول بعدين نكمل. طلعوا الحمد لله. ريحتها كيوت. البنات اللي عامه بتحب روائح كيوت تعتمد الموف.
انا شميت الصراحه روائح تانية منها وانا في الستور بشتري. الاحمريقه والاصفريقه تقريبا ما عجبونيش روائحهم الجامده، فاللي بيحب روائح الجامده يتجه اليهم. اللي بيحب روائح الكيوت زي كده يجيب الموف دي، ارشحها له بشده. اللي بعديه وهو انا عارفه ان هو مقاطعه ومحدش يهاجمني في الكومنتس تحت، وهو الزيت بتاع جونسون. الله خلاص يعني يسهله مطرح ما هو راح. هاتوا اي زيت للجسم انتوا بتحبوه، يعني ده هيخلص. عايزه اقول لكم انه قاعد معايا بقاله كتير جدا، تمام، بس انا حبيت يعني اطلعه علشان اكلمكم ان في زيوت تانية للجسم برضو موجوده دلوقتي في الاسواق. منها تقريبا فاتيكا منزله، منها زيوت بتاعه البيبي برضو منزله حاجات قمر جدا جدا. فاتجهوا ليها لو انتوا بتحبوا ان انتوا ترطبوا جسمكم بالزيوت. ساعات ما بزهق من اللوشن بتجه للزيت بتاع الجسم، بيرطب حلو جدا جدا. مش شرط طبعا خلاص نجيب هذا الشيء، لا انا بتكلم عامه على الزيوت بتاعه الجسم. فده خلاص كده احنا مش هنجيبه تاني. هعديه على طول وهي المخمريات بتاعه الجسم. المخمريات خطيره جدا يا بنات، برضو اعتمدوا اي حاجه انتوا بتحبوها. بتبقى ريحتها خطيره، بتتحط على اماكن النقط. استنى احط معاكم كده. دي كنت جايبه عرض كده على بعضه 3 مع بعض من ستور برضو كده، من بيدج على النت. اسمه ايه ده، ريحتها كيوت برضو. انا كل الحاجات اللي بحبها الصراحه ريحتها هاديه، انا مش بميل خالص للروايح الجامده. فاعتمدوا برضو اي مخمريه انتوا بتحبوها، والعرايس بالذات تجيب منها في الجهاز. الصراحه انا معرفش اسامي معينه يعني، بس لو شفتوا اي مخمريات ريحتها ثابته وحلوه وجميله وكيوت على ذوقكم، اهم حاجه هاتوها فورا. اخر حاجتين معانا في هذا الفيديو الا وهو حاجات طبعا لازم نتكلم على المكان الحساس كده في السريع. الحاجتين دول اي عروسه ما ينفعش تستغنى عنهم خالص خالص، الا وهو السبراي للبيكيني، كمان كريم تفتيح الاماكن الحساسه. برضو اعتمدي اي حاجه انت بتحبيها ومرتاحه لها، وكمان يبقى الاسعار بتاعتها على قد ايدك. بس ما ينفعش بنوته ما تستخدمش هذين الشيئان لانهم مهمين جدا جدا. وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت ان الخلفيه الزرقاء دي احلى ولا الخلفيه بتاعت نور ربنا احلى. طبعا هو نور ربنا احلى ومفيش كلام على كده، بس يعني يا ريت برضو تفيدوني في الكومنتات تحت انهي اللي احلى وانهي اللي بتبقى صورتي واضحه فيها اكتر وشكلها احلى طبعا اكتر. لايك الفيديو، كومنت صغنون. شكرا جدا جدا لو انتي وصلتي معايا للنقطه دي، فشكرا جدا جدا ان انتي هنا. متنسوش الاشتراك في القناه، السبسكرايب كده منكم بسيط، ترك على السبسكرايب هتبقوا مشتركين عندي وهتبقوا من عيلتي الصغنونه الحبوبه كده. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.